حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اقول فيك ايه يا عم انشيلوتي؟ اقول فيك ايه يا شيخ؟ حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هلا مدريد. نتكلم عن اللي حصل عك الدوري الاسباني. يلا بينا. الحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن ماتش ريال مدريد وريال بيتيس وبرشلونة وريال سوسيداد. ريال مدريد خسرت، برشلونة كسبت، برشلونة بقت الأول، بقت في الصدارة منفردة، فرق 3 نقط عن ريال مدريد، فرق نقطة عن أتلتيكو. مدريد نزلت للمركز الثالث. أنشيلوتي حط آخر مسمار في نعشه خلاص، علشان كفاية كفاية وتعبنا منك وزهقنا منك، عشان أنا بجد مش فاهم أنت بتعمل إيه. كمية عك رهيبة، كمية جبن، كمية فشل تكتيكي، يعني والله العظيم تعبت. اللي شفناه في الماتش ده ما يتشافش اصلا. بادئ الماتش بداية ممتازة، بادئ الماتش بداية ممتازة، رغم ان ألابا ما كانش ينفع يبدأ اصلا، بس انت بادئ الماتش بداية كويسة. ماسك كورة، مودريتش، ابراهيم دياز، تشاوميني، بتلعب كورة. كورة العيال طلعوا مش عارف ايه، امبابي خد الكورة لمح بعينه، وفيرلان مندي فاضي حط له ثرو. فيرلان مندي اخيرا عرف ان هو ما بيعرفش يحط جوان، ورغم ان هو انفراد في الست ياردة ما رضيش يشوط، وراح حاططها بالعرض لابراهيم دياز اللي جاب الجول. وفضلت ماسك الماتش حوالي تلت ساعة ولا نص ساعة، ماسك كورة كويس جدا، ماسك كورة كويس جدا. ابراهيم دياز ممسكك كورة كويس جدا. طول ما ابراهيم دياز في الملعب ريال مدريد بتقدر تستحوذ، وبيبقى شكلها حلو وهي مستحوذة، بجانب عامل الخبرة اللي جنبه وهو لوكا مودريتش. ليه الجبن اللي انت فيه؟ ليه فجأة قررت وانت مسيطر سيطرة تامة على الماتش، وانت متقدم 1-0 وانت كسبان وانت اللي احسن وانت اللي بتهاجم وانت اللي بتضيع، ان انت ترجع وتدافع وهتكتفي بهذا القدر؟ ليه؟ ليه هو احنا بنلعب يعني برشلونة ما عملتش معاها كده؟ يعني انا مش عارف، السيتي ما عملتش معاها كده، ده ريال بيتيس يا معلم، ده ريال بيتيس. ليه قررت ان انت فجأة ترجع تدافع؟ قررت فجأة ان انت تسيب الكورة؟ قررت فجأة ان احنا يتمسك علينا كورة، هوبا كور عرضية يمين وشمال ويمين وشمال وطخ طخ 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 طخ، وانت عارف ان ألابا فاشل دفاعيا في الكور العرضية. ألابا بيبرجل خط الدفاع كله، بتلاقي ان هو سايب المان بتاعه واللي وراه مش معاه، تلاقي اللعيبه كلها مش عارف مين، روديجير مش عارف يمسك الراجل بتاعه ولا الراجل بتاع ألابا، اللي ورا ألابا ايا كان مين بقى الباك اليمين مش عارف هيمسك مين، مش عارف هيغطي، تلاقي خط الدفاع كله برجل، كرة عرضية هوبا جون. وده اللي حصل. كورنر، اسكو، اوفر، جوني كاردوزو طلع بدماغه جون على طول، اتعادلوا 1-1. بعدها على طول كورنر تاني، هوبا كرة عرضية، اسكو محطوطة، لولا كورتوا وتألق كورتوا وصحيان كورتوا كان هيجي الجون التاني في ساعتها على طول. الراجل شال كورة ما تتشالش. ديفيد ألابا فاشل. وبرضو انا مش قادر افهم انت ايه مشكلتك مع اسينسيو؟ ايه مشكلتك مع راؤول اسينسيو؟ فهمني ايه مشكلتك مع راؤول اسينسيو؟ لعيب شاب صغير، انت اللي مطلعه من الكاستيه، انت اللي مكتشفه، وانت اللي لعبته، وانت اللي اديته، وكل ماتش بيثبت ان هو احسن مدافع عندك في الفرقه. يعني ثنائيته مع روديجير ثنائيه فشيخه، الاتنين مع بعض علنكوا حلو جدا، الاتنين مع بعض كويسين جدا. وغير كده هو لسه صغير وبيثبت ان هو احسن بكتير، راجل سريع، راجل قوي، راجل هيدر، راجل باسير، راجل عاقل، بيعمل كل حاجه في الكوره. ليه ما بتلعبوش؟ يعني انا مش فاهم، مستحرم ان قلبه يا عم ما يترزع على الدكه ولا يغور في داهيه. ليه ما بتلعبوش؟ قلنا 100 مره راؤول اسينسيو احسن لعيب، هو مستقبل دفاع ريال مدريد. ثنائيه راؤول وروديجير احسن 100 مره من الابا وميليتاو، حتى لو رجعوا من الاصابه. لسه بنقول الكلام ده الماتش اللي فات، ليه ما لعبتش بيه؟ ليه برضو مصمم الابا اللي برجل لنا خط الدفاع بتاعنا كله؟ لبسنا الجون الاولاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك تاني يا عم انشيلوتي. يعني انا شايف ان انت خلاص بتودع معانا، ده اخر موسم ليك في ريال مدريد، شئت ام ابيت، خدت تشامبيونز ليج، خدت لا ليجا، خدت كاس، ايا كان، ما اعتقدش ان انت مكمل معانا اكتر من كده. لازم من دلوقتي بريز يحضر البديل، تشابي الونسو، كلوب، زيدان، تيفر، مين اللي هيبقى البديل؟ لازم نبدا نحضره من دلوقتي، عشان العك اللي احنا بنشوفه ده مش هينفع. وبرده يعني ماشي، مشينا وتعادلنا وتنيلنا، نيجي الشوط الثاني انت عايز ترجع بقى، عايز ترجع يا انشيلوتي، بتطلع ابراهيم دياز. يعني لسه بنقول ان انت لما الراجل ده بيبقى في الملعب وبتلعب ان انت اللي مستحوذ وانت اللي ماسك الماتش، الراجل ده هو اللي بيمسك الماتش، هو اللي بيخلي شكلك حلو، هو اللي بيحرك الكرة يمين وشمال، تقوم مخرجه ومنزل اردا جولر اللي رميته ناحيه اليمين. رودريجو اترمى مهاجم، امبابي ما بقاش عارف هو بيلعب مهاجم ولا بيلعب وينج ولا بيلعب شادو سترايكر اصلا.
حاجه في منتهى العك. خرجت الابا ماشي، ده كان تغيير واجب. ليه ترجع تشاوميني ورا وتنزل كامافينجا؟ ليه؟ ماله اسينسيو؟ ماله ليه العك في التغييرات؟ عملت عك في التغييرات، ضيعت عنصر القوه بتاعك اللي انت كنت مسيطر بيه اول نص ساعه في الشوط الاول، وهو ابراهيم دياز. ضيعته تماما لما خرجته. اردا جولر لعيب ممتاز، ولكن هو لعيب هجومي، مش اللعيب اللي هيمسكك الكوره. فانت رجعت تشاوميني ورا، فسحبت دياز وتشاوميني، سحبت 2 من ال3 اللي كانوا بادئين لك الماتش في نص الملعب اللي مسكوا لك الكوره. لما تسحبهم طبيعي ان انت ما تعرفش تمسك الكوره، وده اللي حصل. طبيعي ان انت بقى لما تبدا تهاجم وانت مش عارف تمسك كوره وبقى شكلك وحش، دفاعك بقى شوارع، هجمه مرتده على طول، غلطه متخلفه من روديجير، ضربه جزاء، بيخش اسكو يحط الجون الثاني وبيروح يحتفل معانا ولا اكنه لعب عندنا 10 سنين ابن الجزمه. يعني ما شفت ده؟ بن شرقي ما احتفلش في الزمالك وهو ما كملش معاهم 3 4 سنين. وفي الاخر تخرج ريال مدريد خسرانه 2-1، بتضيع الصداره من ايديها، مستنيه ماتش برشلونه اللي بتنزل ترقع ريال سوسيداد 4-0 علشان تكسب وخلاص بقى هي في الصداره لوحدها. طب يعني انا اتحرق دمي في اول يوم رمضان يا شيخ، حرام عليك والله يا شيخ، حرام عليك. يعني احنا تعبنا واحنا مش متعودين على كده بجد، احنا مش متعودين على كده. ماشي ممكن نخسر ليجا، ممكن نخسر كاس، ممكن نخسر سنه شامبيونز، سنتين شامبيونز، لكن مش بالاداء المزري ده وبالقرف ده، خصوصا ان احنا عندنا فريق الاحلام يعني. فكفايه بقى، كفايه حرام. برشلونة كسبت ريال سوسيداد 4-0 بمنتهى السهولة، ولكن وحط تحت لكن دي 200 خط. ريال سوسيداد كانت أداءها كويس جدا، كان شكلها كويس جدا، كانت بتلعب كورة كويسة جدا، وكانت مسيطرة، وكانت ند لبرشلونة تقريبا في أول تلت ساعة ونص ساعة في الماتش، لحد ما اتطرد منها اللعيب. تمام. هل هو طرد؟ هو طرد مستحق مليون في المية، اللعيب يستحق ده، لاست مان ريد كارد على طول، يعني الراجل اخر لعيب في الملعب عمل تاكلينج على داني اولمو اللي كان طالع انفراد، فده طرد مستحق مليون في المية. ولكن قبل ما نتكلم عن الطرد اللي من بعديه، برشلونة اكتسحت الاخضر واليابس، كسبوا 4. جيرارد مارتين اللي الناس كلها كانت خايفه منه لما شفته في التشكيله جاب جون، اروخو جاب جون، كاسادو جاب جون، اي حد كان عايز يجيب اجوان جاب اجوان. فالدنيا كانت ماشيه معاهم حلو يعني. ولكن بقى نتكلم عن اللحظه الفاصله والفارقه في الماتش، وهو الطرد. الطرد ده هنتكلم فيه مبدئيا عن قوة وسرعة ومهارة وذكاء داني اولمو، اللي حط المدافع في ظهره ودخل معاه سباق سرعة، وقدر ان هو يحط جسمه قدام الراجل عشان الراجل ما يعرفش ياخد الكورة، لما يعمل تاكلينج يقدر ياخد منها كارت احمر زي دوت. ولكن الاهم من ده كله هو ليفا يا جماعة، هو ليفا اللي نزل وسحب معاه المدافعين كلهم. يعني بص معايا، الراجل نزل سحب معاه المدافعين كلهم، فضل مساحه لاولمو ان هو يجري، يتحط له الثرو باس، يقدروا يعملوا الهجمه دي. ايا كانت بقى الهجمه كملت جت جون، حصل زي ما حصل والراجل اتطرد وفتح الملعب. ليفا ذكاء مهاجم مخضرم يعني الراجل 36 37 سنه، فعوامل الخبره بتبان في الحته دي. ممكن الراجل ما عندوش البدني اللي انت مستنيه، ما عندوش القوه التهديفيه اللي انت مستنيها، رغم ان هو بينافس على هداف الدوري، من سنتين كان هداف الدوري، السنه اللي فاتت كان بينافس بلينجهام. بس انت كنت مستني ليفا بتاع البايرن او ليفا بتاع دورتموند، ماشي، ما هو ده حكم السن، ولكن عامل الخبره بيعمل معاه شغل عالي قوي، زيه زي مودريتش في ريال مدريد. الماتش ده كله انا هنسبه لليفا ولذكاء ليفا في الكره دي، اللي ادى الفرصه لاولمو ان هو يطلع ويقدر ياخد فاول ويقدر يدي كارت احمر للراجل بتاع ريال سوسيداد، عشان برشلونه بعدها زي ما قلنا تكتسح الاخضر واليابس. الجون الاولاني يا سلام يا سلام يا سلام على جمال لامين يامال. لامين يامال بيخش وبيرقص وبيلم، شوف نيم الواد ازاي، شوف نيم الواد ازاي، وبعدين حط الكرة لاولمو اللي برضه راجل عالمي. شاف جيرارد مارتين فاضي لوحده، ما شاطش، ما عرضش لحد اللي في وسط الزحمه، لا، حطها الراجل اللي واقف لوحده اللي بيحطها مره واحده في الجون. فيعني قلنا 100 مره اولمو لما بيبقى فايق قصه تانية، حاجه تانية في نص ملعب برشلونه. هو لعيب اصاباته كتير، ويا عم ربنا يبعد عنه الاصابات، ولكن لما بيبعد عن الاصابات بيبقى حاجه تانية. قلنا الكلام ده الفيديو اللي قبله واللي قبله واللي قبله. اولمو فارق جدا في خط هجوم برشلونه. ولامين يامال اللي احنا بنشوفه دلوقتي هو لامين يامال اللي كنا بنشوفه اول السيزون، هو لامين يامال اللي كان بيرقص بالثلاثه وبالاربعه وبيمتعنا، هو لامين يامال اللي شفناه في اليورو مع اسبانيا، مش لامين يامال بتاع اخر كام ماتش اللي كان بدا يعك شويه. بيجي على طول الجون الثاني اللي المفروض لداني اولمو، ولكن هو جون لكاسادو، كرة مرتده في هجمه في دربكه، نزلت لاولمو لقاها قدامه وشاط الكوره، خبطت في كاسادو ودخلت علشان برشلونه تقدر تجيب الجون الثاني. والجون الثالث اروخو بيخش يحط الكوره. الجون الرابع برضو ديفليكشن الكوره في رجل ليفاندوفسكي، يحط الجون الرابع، برشلونه تكسب 4-0. ولكن
في بقى جندي مجهول كده في برشلونه، هي الناس طبعا كلها عارفاه، هو لا يصح ان هو يقال عليه مجهول لان هي الناس كلها عارفاه، الناس كلها بتحبه، الجندي اللي داخل في المقارنه الرهيبه ما بينه وما بين بيلينجهام وهو بيدري. بيدري يا جماعه بجد اسطى في نص الملعب. بيدري هو اللي شفت كل الكلام اللي احنا اتكلمناه ده، والاجوان والاسيستات والسيروهات وكل الانفرادات هو الاساس في كل ده. ارجع في كل كوره هتلاقي بيدري الاساس فيها، ارجع في كل كوره هتلاقي بيدري هو اللي حرك الفرقه، ارجع في كل كوره هتلاقي بيدري هو اللي بيروح، هتلاقي بيدري هو اللي بيودي يمين بيودي شمال، بيهدي الريتم بيعلي الريتم. هتلاقي بيدري اللي لما الدنيا بتبقى متزنقه بيدور على حلول زي حل التسديدات، زي الكوره دي الراجل حط الكوره كلنا سمعنا صوت العارضه وهي بتطرشق منها. بيدري لعيب في حتة تانية، لعيب قصة تانية، لعيب في عالم تاني. المقارنة ظالمة جدا ما بينه وما بين بلينجهام لأن ده حاجة وده حاجة، الأرقام كلها في صالح بلينجهام، بدنيا في صالح بلينجهام، ولكن ده مركز وده مركز تاني. بيدري بيقدر يتحكم في رتم الماتش وده اللي بلينجهام ما بيقدرش يعمله. بيدري بيقدر يتحكم في رتم الفرقتين في الملعب، بيقدر يحرك الفرقة كلها يمين شمال قدام ورا، بيعمل كل حاجة. ده لعيبة قليلة قوي اللي شفناها بتقدر تتحكم في رتم الماتش زي دوت. لعيبه يعني اقول لك طبعا يعني مع فرق المقارنه مش عايزين بقى نقول تشافي انيستا الكلام ده كله، ولكن هو رايح في الطريق للناس دولت. وفي الاخر هانز فليك الراجل اللي زي ما قلنا بيستغل الفرص، بيستغل سقوط المنافسين، بيستغل اصغر حاجه ممكنه، الراجل اللي بيفنش السيزون زي ما بداوا، رغم ان هو وقع في الفتره حوالي 10 ماتشات كده في النص كان بيخرف فيهم، ولكن بعد ما هو خرف ومدريد بعدت بدات مرحله الضمور عند ريال مدريد، بدات مرحله الكسل، بدات مرحله الدلع ان خلاص احنا بعيد لوحدنا، فبدات تقع. الراجل ما سماش، خد القطر وجري. الراجل فعلا عقليه المانيه لا يستهان بها. الراجل حط برشلونه في حته بعيده قوي، الراجل حط برشلونه اول الدوري، داخلين ماتش بنفيكا في الشامبيونز ليج وهم يا باشا حاطين رجل على رجل، احنا اول الدوري، احنا داخلين ماتش الكاس متعادلين مع اتلتيكو 4-4 بس احنا الاقرب للنهائي، احنا داخلين واحنا تاني المجموعه بتاع الشامبيونز ليج بعد ليفربول، داخلين حاطين رجل على رجل في كل حاجه، داخلين في ثقه رهيبه في اللعيبه اللي بالمناسبه اللعيبه دي كلها ما فيهمش نجم كبير غير ليفاندوفسكي. بص معايا على طقم الحلل اللي موجود معاه دوت، هم اللعيبه اللي كانوا مع تشافي. اللعيبه الكبيره كلها كانت لعيبه فرق منتصف جدول او لعيبه تعبانه، يا اما لعيبه صغيره كلها لسه خارجه من لمسيه ما شافتش نجوميه ما شافتش بطولات. اللعيب الوحيد اللي جاي نجم فعلا وشاف الاجواء دي كلها هو ليفا، ورغم كده هم بيخشوا كل ماتش وهم ليهم الابر هاند. فده يعني بجد مفيش حد ليه فضل فيه طبعا بعد ربنا غير هانز فليك اللي قدر يزرع جوه لعيبته وجوه فرقته الروح دي، الثقه دي، الاداء دوت. فشابوه هانز فليك، تحسه بجد مولود في كاتالونيا من الفرحه اللي الراجل بيفرحها مع كل جون بيجي، مع كل فوز بيجي. الراجل فعلا متفاني في عمله، الراجل فعلا من احسن المدربين اللي الواحد بيشوفهم على الساحه دلوقتي كلها، مش هقول لك في اسبانيا او المدربين الالمان، لا على الساحه كلها فعلا هانز فليك من احسن المدربين، من المدربين اللي يتعدوا على صابع الايد، اللي فعلا بيدوك المتعه الكرويه وفي نفس الوقت الفوز اللي هو انت كسبان 2 لا حط الثالث حط الرابع حط الخامس حط السادس. انا ما شفتش الكلام ده من زمان قوي، الكلام ده ما كناش بنشوفه فعلا غير يا اما مع الفرق الالمانيه يا اما مع الاهلي يا مانويل جوزيه. فمتشكرين يا عم هانز فليك على النسخه الرهيبه اللي انت عملتها من برشلونه اللي بتمتعنا كلنا، سواء احنا بنشجع مدريد برشلونه او حتى لو ما بنشجعش الدوري الاسباني. وزي ما بنقول كل فيديو من هنا لحد اخر السيزون، نتمناه نهائي تشامبيونز ليج كلاسيكو الارض ما بين ريال مدريد وبرشلونه، عايزين نتفرج على النسخه دي من نهائي الابطال. اتمنى طبعا، يعني خليني اقول ان ده رايي وراي مثلا 70% من جمهور الكره الارضيه كلها، ان هم عايزين يشوفوا الماتش ده حتى لو هم ما بيشجعوش ريال مدريد او برشلونه. حد هنا خلصنا الفيديو بتاعنا، يا ريت تنزل بسرعه تعمل لايك وشير، قول لي في الكومنتات ايه رايك في العك اللي بيعمله انشيلوتي، وهل هو كده جاب اخره خلاص وفعلا ده اخر موسم ليه، وايه رايك على الناحيه الثانيه في الاداء الخرافي اللي بيعمله هانز فليك مع برشلونه. ويا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناه ادخل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات الجديده، ولحد الاسبوع الجاي او مش الاسبوع الجاي، خلينا لحد نص الاسبوع ماتشات الشامبيونز ليج. استودعكم الله وكل سنه وانتم طيبين عشان الشهر الكريم. تشاو.